انت متأكد انك وانت بتسكرول دلوقتي مش مصدع وشكلك بقالك كتير على الحال ده؟ فتعالى بقى يا باشا اقول لك ليه بيحصل كده وازاي تخرج من الدوامة دي. اول حاجة لازم تعرفها ان الصداع النصفي مش بيجي فجأة، في الغالب بيكون نتيجة تراكم عادات يومية بسيطة بس تأثيرها كبير، مثلا زي الكافيين. انا عارف ان يومك ما بيتظبطش خالص غير بيه، بس الزيادة من استهلاكه بتخلي المخ حساس جدا، يعني اي قلة نوم او توتر هتلاقي الصداع اشتغل على طول. والسبب التاني، لما تفضل ساعات طويلة من غير أكل سكر الدم عندك بينزل والطاقة اللي واصلة للمخ بتقل، ومخك بقى ساعتها بيترجم ده إنه إشارة خطر لازم ينبهك ليها، فدي نعمة كبيرة فبيحسسك بالصداع. ونفس الكلام ده بيحصل في حالة قلة شرب المية. واخيرا الشد العصبي بيخلي العضلات حوالين الرقبه مشدوده، ومع الوقت بيتحول لصداع متكرر زي اللي عندي كده. كل دي اسباب بتؤدي للصداع، لكن لو الصداع مستمر واكلك ونومك زي الفل، في الحاله دي لازم تتابع الطبيب. اكتب لي بقى في الكومنت تحت بقالك قد ايه بتعاني من الصداع ومش عارف تحله.